السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله راجع لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل روتين كده سهل وبسيط في المطبخ، غسيل مواعين وتظبيط كده للاكل، وهنعمل اكله برضو شتويه تدفينا كده في الشتاء، وسهره جميله كده، وهنقضي يومنا مع بعض كده. طبعا احنا في بدايه اليوم زي ما انتم شايفين كده. تمام، المواعين كانت عندي في المطبخ، فهروقها واغسل بقى كده واظبط المطبخ عشان المطبخ بتاعنا يبقى فاضي ورايق كده، ونعرف نعمل الاكل فيه ونتحرك ونشتغل فيه. وهنبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بالله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنبدأ مع بعض الفيديو كده، نسمي بالله زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه بدأناها طبعا بنروق المطبخ. دي مواعين كانت مركونه عندي طبعا من امبارح من بالليل، مواعين غدا يعني ما كنتش غسلتها. كنا عند دكتور ترين بنتي تعبانه شويه وكده، ورحت بها للدكتور فرجعت ما قدرتش بقى اغسل اي مواعين بالليل بقى. وانتوا عارفين ان الايام دي ربنا يكون في عوننا جميعا، الدنيا تلج يا جماعه. شهر الشتاء اللي احنا فيه ده ربنا يعدي الشتاء ده على خير. الايام دي تلج، شهر طوبي ده فظيع يعني. يعني كتر خير احنا بنقوم نعمل اكل كده ونروق ونعمل الضروري زي ما انتم شايفين كده. اغسل مواعين كده معاكم. طبعا قمنا من النوم الاول، طبعا فطرنا وظبطنا الدنيا وظبطنا سرايرنا وظبطنا اوضنا كده وظبطنا كل حاجه. وقلت بقى ادخل على المطبخ بقى اروقه واغسل مواعين، لان دي طبعا مواعين الغداء على مواعين العشاء، قصدي الفطار كله اتلخبط على بعضه بقى كده. هنخلص كله كده ونغسل المواعين كلها، ونبدأ نشوف هنعمل ايه تاني ورانا. زي ما انتم شايفين المواعين طبعا كتيرة اهيت يا حبايبي. هنغسلها كلها كده مع بعض كده واحدة واحدة كده، ونشطف طبعا ونشوف هنعمل ايه تاني ورانا. وطبعا بنروق الصبح اول ما نصحى، طبعا بنغسل بنروق السراير ونظبط الدنيا وفطرنا. واللي وراه حاجة يعني وراه شغله نزل وراح شغله، وانا بقى معايا ريم بنوت كده، وقلت بقى ايه اروق الدنيا كده. بس طبعا انا قبل ما عملت كده طبعا نزلت وديتها الحضانة ورجعت. بعد ما فطرنا كده وديتها الحضانة ورجعت طبعا. قلت بقى اروق واشوف ايه اللي ورايا، عشان خاطر انا برجع تاني اروح اجيبها، بنزل تاني اجيبها. فقلت اخلص بقى واعمل الغدا بتاعي كده واظبط الدنيا قبل ما انزل تاني اروح اجيبها من الحضانة. ماشي. والجو تلج يا جماعة، والله انا بغسل مواعين وانا مش مستحملة التلج اللي احنا فيه. ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويعين كل امهاتنا وعلى اولادهم يا رب. طبعا احنا داخلين خلاص كده على المدارس تاني، كل سنه وحضراتكم طيبين. الترم التاني بقى واستعدادا للدراسه، او بمعنى اصح احنا ما حصلش فاصل يعني يا جماعه. انتوا عارفين ان احنا بنخلص الامتحانات وبيبداوا برضو الدروس تشتغل من تاني وكل حاجه، ما فيش فاصل يعني. ربنا يعين ولادنا يعني ويوفقهم يا رب كلك، وينجح جميع اولادنا يا رب. زي ما انتم شايفين كده بغسل في المواعين اهيت، هخلصها بقى ونشوف هنعمل مع بعض اكل. طبعا انا عامله اكله دي قبل كده معاكم في فيديو منفصل. هنعمل الكشري الحله الواحده، وانا عاملاه قبل كده معاكم، فانا ما حبيتش اطول عليكم يعني واكرر تاني الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده حبايبي. بس اللي محتاج يشوف الوصفه يعني وصفه جميله. والكشري الحله الواحده ده جميل يا جماعه والله، وموفر وفي نفس الوقت جميل جدا، وموفر في الحلل وموفر في كل حاجه. واكل شتويه كده بتدفي بسم الله ما شاء الله يعني، بتدي طاقه وباور. فطبعا انا عملتها النهارده كده وقلت بقى ايه نعدي يومنا بيها كده، كشري جميل كده ونظبط الدنيا. فانا ما عملتش معاكم الفيديو عشان انا عاملاه قبل كده معاكم كذا فيديو يعني. اللي حابب يرجع للقناه هيلاقيها يا جماعه. ماشي. وطبعا لو حد طلبوا مني هكرره تاني ان شاء الله. وطبعا في الكومنتات حد طلب مني طريقه عمل اللفت، تخليل الليفت، انا عاملاه قبل كده برضو على القناه، لو رجعتوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوها. بس من عينيا حاضر للمتابعه بتاعتي اللي طلبتها مني، من عينيا يا حبيبتي. احلى ليفت، تخليل ليفت هعمله لحضرتك. طبعا ده شرف ليا ان انت تطلبي مني حاجه وانا اعملها ان شاء الله في فيديو قريب باذن الله. وزي ما انتم شايفين كده خلصت المواعين اهوت كله طبعا على السريع، عشان انا نازله تاني. المفروض ان انا هنزل تاني من البيت يعني اجيب ريم من الحضانه، فلازم اكون مخلصه طبعا كل اللي ورايا. عشان انتوا عارفين طبعا، انتوا امهات كلكم عارفين لما بترجعوا معاكم حد وراكي شغل وراك كده بتبقى عايزه تخلصي كله عشان لما ترجعي تبقي فاضيه. خلصت بقى كل المواعين كده زي ما انتم شايفين، وابتديت بقى ادعك الحوض بقى دعكه حلوه كده على السريع. طبعا ايدنا فيها على طول يا جماعه يعني، ما فيش حاجه اسمها الحوض يوم يتغسل ويوم لا، دايما على طول على السريع ورا المواعين بقى كده بالليفه بتاعته. ودي بقى مرشيه مرشه حلوه كده بيروح يلمعوا زي الفل زي ما انتم شايفين كده، من غير اي مساحيق ولا من غير اي حاجه. ماشي. نخلص كله كده مع بعض حبايبي. مين اللي وصل معايا لغايه هنا بقى في الفيديو يا ريت تشجعوني كده بدعمكم
بحبكم في الله والله، احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين، واخواتي واصحاب قنوات اللي انا متابعاهم. والله انا عارفه ان انا مقصره مع حضراتكم، بس معلش والله الظروف، شويه ظروف هي اللي ملخبطه حياتي يعني. فربنا يعيننا يا رب ويسهل الحال كده لنا جميعا ان شاء الله. ماشي، وارجع تاني ابقى معاكم تاني من الاول باذن الله كده، ونرجع اخوات وحبايب تاني كده، ونرجع ندعم بعض تاني. يلا اللي وصل لغايه هنا ما ينساش يحط لايك بقى للفيديو ده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده دعكت الحوض كله كده وظبطت الدنيا عشان تبقى الدنيا رايقه. ما دام مطبخك رايق يبقى اعرفي ان انت كده شغلك كله مظبوط وهترتاحي بعد كده. ما اخلص كده وظبط الغدا. انتوا عارفين الكشري صحيح بياخد غلبة كتيرة، بس طبعا انا بعمله كشري الحلة الواحدة ما بياخدش اي وقت. وبظبط الدنيا كلها كده واخلص، ويبقى كل كده خالص مع بعضه. وايه، عشان انتوا عارفين ان الجو برد، فاحنا طبعا ما بنقعدش كتير في المطبخ. على السريع كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. شطفت الحوض اهو، بسم الله ما شاء الله، راح زي الفل مش محتاج اي حاجه. وابتديت بقى اعمل في الغدا كده، حتى انا يعني بغرف في الغدا بعد ما طبعا انا عملت الغدا وسبته على البوتاجاز، ونزلت رحت جبت ريم وجيت. حتى انا لسه بهدومي نزلت جبتها ورجعت، فبغرف لاولادي. بعد ما رجعت على طول اهوت شايفين الكشري حل الواحدة مفرفر وجميل وزي الفل ومفلفل ازاي. طبعا شعرية على رز على مكرونات على عدس ابو جبة، كله مع بعضه في حلة واحدة. وطبعا الصلصة هي سخنتها تاني عشان طبعا انا قبل ما نزلت كانت بردت. وطبعا البصل المتحمر المقرمش شايفين جماله بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عاملاه كله بالتفصيل معاكم قبل كده في فيديوهات. وطبعا بشوية ملح كده وشوية دقيق او شوية نشا، وبيروح زي الفل ومقرمش وزي الفل ازاي شايفين بسم الله ما شاء الله عليه. ما خدش مني، ما كملتش والله نص ساعة في المطبخ، كنت عملت كل حاجة كل حاجة على عين كده يا جماعة وعلى السريع. وخلصت نفسي عشان طبعا الدنيا برد، وعشان اللي وراه حاجة بيعملها وبتنزلي ما بتبقيش فاضية. وطبعا ادي الدقة هي اتعملتها. بس المرة دي انا بقى ما عملتش معاها الايه، انا عامله قبل كده الكشري كامل يعني يا حبايبي، وعامله معاه الدقه وعامله معاه الشطه وكله. بس ولادي ما طلبوش مني الشطه المره دي، مش بيحبوهاش يعني، فانا ما عملتهاش. اللي حابب يرجع للفيديو الاصلي هيلاقي كل حاجه فيه. وابتديت بقى اغرف كده للولاد يعني، عشان طبعا جعانين جايين من بره من دروسهم جعانين. وطبعا جبت ريم غيرت لها هدومها وظبطت الدنيا، وابتديت بقى كده حتى انا اللي لسه ما غيرتش قلت بقى اغرف لهم كده ياكلوا كل واحد طبقه كده وظبط الدنيا. ونشوف تاني هنعمل ايه تاني مع بعض بعد كده. وده يومنا ان شاء الله كده معاكم، يوم سهل وبسيط كده ما خدش اي وقت. ودي الصلصه انا غرفت اهو، هبتدي بقى احط الصلصه كده عليه. ايه رايكم بقى؟ اكله النهارده يا جماعه اكله شتويه، اكله فعلا تدفي وتدي طاقه كده وتدي باور كده. وانا ولادي بيحبوا الاكله دي، دايما يطلبوها مني، دايما بيطلبوا مني الاكله دي كتير. وطبعا انا لما بعملها بطريقه الحله الواحده ما بتاخدش غلبه زي الايه الطريقه المعتاده يا حبايبي. ماشي، وابتديت بغرف كده واحط صلصة واحط طبعا دقة واظبط الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. وكل واحد بقى ياخد طبقه بقى وياكل كده ويحمد ربنا على الاكله ديت. احنا الايام دي يا جماعه في غلا بصراحه، بصراحه الله يكون في عون جميع الاهالي والامهات والاباء كمان يعني، حتى كمان الابهات مظلومين والله مش ملاحقين بصراحه. ربنا يعينهم ويعيننا جميعا يا رب. والغلا اللي احنا فيه ده مش عارفين والله هيفضل لامتى كده. كل حاجة بتزيد الأسعار، كل يوم بتزيد الضعف يعني. فظلم يعني والله حرام عليه يعني، حرام اللي احنا فيه ده يا جماعة. ربنا يهون علينا يا رب. فطبعا لازم مرة النهاردة نعمل أكلة مكلفة شوية، بكرة ممكن نعديها كده. والشهر طويل يا حبايبي زي ما انتوا عارفين، وكل يوم محتاجين أكل وكل يوم محتاجين مصاريف كتيرة. ربنا يعيننا جميعا يا رب ويوفق كل الناس يا رب ويوفق الجميع. اهو خلصت كده الكشري شايفين بسم الله ما شاء الله. وريحته ما اقولكمش يعني جايبه من اخر الدنيا. وطبعا خلصنا الكشري وشربنا شاي وقعدنا. واللي ورا حاجه وجبت الكتب بتاعت ريم، قعدت ارجع لها شويه يعني في الكراسات بتاعتها بتاعت الحضانه. وابتدي بقى ان احنا قاعدين بالليل كده عملنا دي كاكاو. عملت كاكاو كده بسم الله ما شاء الله سخن كده جميل كده يدفي في الشتاء ده. وشوية سوداني كده وشوية لب، وقعدنا كده مع بعض سهرة حلوة وجميلة كده. وكان يومنا النهاردة يوم سهل وبسيط زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.